2 نوك، باقي واحد. جابوا كسب التحدي، ما جابوش خسر التحدي. خلينا نشوف. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. حبيت النهارده اعمل لكم ميكس بين الكوميدي والاكشن، وزي ما شفت في عنوان الفيديو تحدي 35 كيل للاعب محاكي. طيب مين هو اللاعب ده؟ هقول لك اللاعب رش، وطبعا كلنا عارفين ان رش محتواه كوميدي، لكن انا جاي النهارده بميكس كده كوميدي مع اكشن، وانت اللي هتشوف الفيديو وانت اللي هتحكم بنفسك. التحدي كالتالي، ليه 3 محاولات بس. وقبل ما ندخل في الفيديو عايزك تنزل تقول لي هل رش هيعمل التحدي ولا لا، وهيعمله من المحاولة الكام. وبس كده، بينا على الفيديو. خلينا في الاول زي ما تعودنا نعرف مين هو رش. رش هو لاعب محاكي، قدر ان هو يثبت وجوده وسط وحوش المحاكي. هتقولي زي مين؟ هقولك زي اترو وغيره. النهارده معانا تحدي 35 كيل، وده على المحاكي مش سهل خالص، عشان تكون فاهم الدنيا يعني. فالنهارده تحدي 35 كيل وليه 3 محاولات بس. طبعا دي اول محاولة معانا ما نجحتش معانا، وانا فعلا وانا بتكلم كده شفت موقع كام واحد كده بس ما خدتش بالي كام. المهم نخش على المحاولة التانية، يلا بينا. ورينا يا عم رش في نفس المكان. حلو، 2 ام 7 فري فاير. انت شايف الصدمة؟ مش هتكلم. المحاولة الأخيرة. طبعا لو مات الفيديو خلص على كده. لو تخيل فيديو في دقيقة ونص، ده معاه سلامة كمان. يلا 1 كيل، يلا يا رش. ولا درع ولا خوذة، الواد بيلعب. حلو حلو حلو، 2 كيل، لسه بنسخن. اوف على الايم، نو سكوب. عاش عاش، 3 كيل. سيبك بقى من الكيلات بقى، وخلينا ايه نركز مع الفيديو كده. النهارده بقى عامل لك ميكس بين الكوميدي والاكشن زي ما قلت لك، فتعالى نستمتع كده وسيب حوار التحدي ده للاخر. شوف الواد مكمبر، عاش، ردة فعله جامده جامده. ده لسه كمان يعني، لسه هنا الفايتات مش قد كده، ده لسه لما يروح عامل سكول بقى والكلام ده هنشوف ليلة سودا. ماشي النيد تمام. وكان في حد اصلا فوق ولا لا؟ الواد بيلعب، الواد بيلعب. اوف على الدامج، والله كان طلقة. رش كان بكتير وطلقة، دي كان فيها نسبة حظ دي. عاش عاش عاش. لسه الفايتات برضو ايه مش اللي احنا عايزينها، بس عشان لسه في المدينة وكده والناس لسه بتمسك أسلحة وتبدأ ان هي تستعد. كلاية فري بقى 7 كيل، حلو. بوت، الحاجات دي بتساعد في التحديات والكلام ده. 8 كيل، ورينا يا رش. نايس ايم، 9 كيل. 9 يعني باقي كام؟ يعني باقي بتاع حوالي 26 باقي. دي كليات فري كده على السريع كده. عايزين نخش ايه على الحاجات اللي قلبنا بيحبها بقى، فايتات الكلوز والحاجات الجامدة دي. قدامه 2، العيال تحركاتها بتقول ان العيال بتلعب. خلينا نشوف. عايز يعمل لقطة تيك توك بس مش جاية معاه. اوف اوف على الدمج، العيال بتلعب. هرب. حلو قوي انك تحترف بقوة الخصم، مش لازم تقول. مجرد انسحابك من الفايت ده بيقول ان العيال بتلعب. عايز اقول لكم ان رش ايمو مؤذي، وكمان في البطولات. يعني ممكن لو حبيتوا ان انا انزل لكم كده فيديو الرش في بطولة او كده، بطولة اترو، يا ريت تقولي في التعليقات. كده 1 نوك، وواحد اكيد بيعملوا ريفايف. تمام، مش سهل خالص يعني. طب خلينا نشوف الفايت. الواد اللي ضده بيلعب، عاش. حرفيا الدامج كله في جسم الخصم، وده حاجة، دي حاجة بتخلي رش ايه ليه الأفضلية إنه ياخد الفايت. 14 كيل ولسه في ناس في المدينة.
لو طلع من هنا ب20 كيل هتسهل عليه الدنيا. عاش. انت كمبوها قوي يا كابتن، والله تستاهلها. في 31 كيل في الجيم، لسه في عدد بقى 24. 24 محتاج منهم 20. تحدي صعب، تحدي صعب. بش اوكي. في كم واحد بقى؟ ده هو اصلا في حد تحتيه. اوف، شافه ازاي؟ انا عم قلت الله يا نجم. شافه ازاي؟ ثواني بس، هو شافه ازاي؟ الواد بيلعب على طول طلقه سنايبر. لا استنى، احنا عايزين نعرف هو شافه ازاي، جابه ازاي يعني. سموك، الواد مش متشاف اصلا، مش باين، ما ضربش يعني ازاي؟ تمام، نبقى نرجعها كده بالبطيء في الاخر كده ونشوف الدنيا. قشطه. نايس ايم. حاليا 16 كيل. باش دول 4 ولا 2 ولا 2. عاش عاش عاش. كده معاه 18 كيل، باقيله بتاع 17 كيل. خلينا مع الفايت. عماير سكول، واحنا عارفين فايتات عماير سكول عامله ازاي. 1 ولا 2؟ تحسه رايدن في نفسه كده، طالع من هنا نازل من هنا، هيطلع لك من هنا، ما بيجلكش من مكان واحد. والله بفكر اجيب رايدن، كام لقطة الرايدن وكام لقطة الرش، ونشوف مين الافضل. لو انت بتستهون برش، فعايز اقول لك ان رش لاعب متكامل زي رايدن بالظبط. يعني رايدن ملك الايباد، رش ملك المحاكي. يا ريت تقولي في التعليقات برضه. مع الكمبار. 19 كيل. لو حبيت اجيب رش ضد رايدن بفيديو كل واحد ليه لقطاته ضد خصم نار، يا ريت تقول لي في التعليقات وانا مش هتاخر. نرجع للفايت. 20 كيل، وشفنا جاب الواد اللي في سحب الواد اللي في الباج ازاي. اي نعم هو ما وقعوش نوك، بس اداله باين طلع هيد شوت وواحده بادي. 20 كيل وباقي 14 كيل في الجيم منهم، يعني باقي 13 كيل في الجيم، يعني كان التحدي راح. طيب نخليه تحدي 30 كيل يلا، عشان الرش ما يزعلش مننا وكده. مست، جت تاني، بس واحدة ما يمسش لا التانية. ماسكه لعبي. خلصانة 22 كيل. ده وهكمل بيها. الحمد لله. خلاص احنا غيرنا التحدي ل 30 كيل، هو مش هيعرف ان هو يجيب خلاص ال 35 كيل. 30 كيل على المحاكي برضه حاجة مش سهلة، بس ايه، خلينا ايه ندي فرصة الرش. حلو دمجه. واد بيلعب. شفت الخطفة؟ عينك انت بس على الخطفة دي، مين اللي بيعملها غير رايدن؟ 23 كيل. تمام. يا لو جبتها يا رش، يا لو جبتها. تمام تمام. الواد بيلعب 1v1. الواد دمجه. عاش. دمج من هنا ودمج من هنا، بس الدي بي اس طبعا بينهي اي فايت. تمام. هنرش كان ليه الافضليه في الفايت اللي فات ده. الواد اللي ضده بيلعب على فكره، جايله 5، وفي التحدي 30 كيل راح منه كمان. طيب نتحداه برضه يجيب الجيم يلا. مش عايزين نزعل رش مننا وكده، بما انه ايه اول مره ينزل معانا التحدي. تحدي يجيب الجيم يلا نشوف. طبعا هو خسر التحديين اللي فاتوا. 35 كيل و30 كيل، ما ينفعش يخسر التحدي ده بقى. 2 نوك، باقي واحد. جابه كسب التحدي، ما جابوش خسر التحدي. خلينا نشوف. العب يا صاحبي. لو طلع رش هيجيبه، وانا واثق من كلامي لان انا عارف ايه مرش كويس. عاش. اول ديد. نهاها بطلقه هيد شوت علشان يرد عليا بالتحدي التالت، بس تحدي اول تحدي تاني معرفش يعمله. نتفق على كده.
طيب وده كان اللاعب المحاكي رش، تحدي 35 كيل ما قدرش ان هو يعمله، تحدي 30 كيل ما قدرش برضه ان هو يعمله، تحدي انه يجيب الجيم قدر ان هو يعمله. عايزك تنزل في التعليقات وتقول لي انزل بفيديو يجمع بين لقطات لرايد ولقطات لرش ولا لا. هستنى رايك في التعليقات وبس كده. بيس يا مان.